عبد الله يأشر لي يقول لي اثنين. طيب خذ عبد الله. يعطيك العافية. تعال أجل الله معك، ما في مشكلة. كابتن حسن معاذ رحب فيك كابتن، ألف مبروك الفوز. مر بس لازم تطلع حتى لو نزلت. تعال. شو قايل لك؟ يعطيك العافية. أجل تعال هنا بس حسن يحرجك إني أحطه جنبك؟ طيب تفضل. يعني كيف درنجو؟ لا قرب. يعطيكم العافية يا شباب، ألف مبروك كبلتوا فينا والله قلبناها طايش. ألف مبروك كابتن الفوز، الوصول للنقطة 53. بصراحة وأنت طالع بين الشوطين كأن فكرت كذا أن النقاط راحت منكم أو أنه في ثقة أنه حترجع الشوط الثاني مش بتعادل بس بفوز؟ لا أول شيء الحمد لله على الفوز. أبارك لنا أول شيء نحن كشبابين اللعيبة والجهاز الفني وإداري والإدارة عامة والجمهور أكيد اللي ساندنا اليوم ما قصروا. بالنسبة لخروجي أكيد يعني بين الشوطين يعني ما زال يعني أكيد إن في شوط ثاني يعني ما نبي نستعجل. صحيح إن أي فريق يولج في بابه هدف أكيد إنه بيكون يعني شوي يعني في يعني تشتيت يعني ولكن ولكن يعني مو بالشيء اللي يخليك إنك كنت تفكر إنك تفقد المباراة. كابتن أنا لأنه في شيء خارجي بسألك عنه وسؤال أخير لك عشان ننتقل وليد. ظهر كلام خارج، خلينا نطلع خارج الشباب شوي. ظهر حديث انه المدرب ريكارد قال لك بين الشوطين، انا سمعت هذه من المسحل وسمعته برضو في احدى القنوات الفضائيه، انه ذكر انه ريكارد قال لك بين الشوطين لا تتقدم في الشوط الثاني وانت تقدمت. انا بس اعطيك حق الرد لانه حتى مدير المنتخبات وافق هذا الحديث، انه فعلا سمع ريكارد قال الموضوع وانك انت لم تلتزم بتعليمات المدرب. اترك لك مساحه بسيطه للرد كابتن عن هذا الموضوع. والله أول شيء يعني هارد لك لنا إحنا جميع يعني جميع الكرة السعودية عامة مش الظروف اللي إحنا نمر فيها يعني ككرة سعودية يعني بغض النظر عن المنتخب ولا الفئات السنية والمنتخبات الثانية ولا الأندية نمر يعني بأجواء أو أوقات يعني عصيبة. نتمنى أن الجميع يعني إنه يكون نتجاوزها ونتمنى أن الجميع يعني إنهم يلتفون يعني حول بعض وإن نحاول نصحح الأخطاء. وبالنسبة للشوط الثاني يعني مباراة استراليا يعني قدر الله ما شاء فعل. اخطاء يعني صارت اخطاء يعني احنا كلاعيبه يعني ما احنا مستوعبين الشيء اللي صار وانا احترم راي المدرب واحترم كلام برضو اللي هو الاخ يعني ابو حسن. مثلا ممكن ان انا اخطيت يعني ممكن في هذا الشيء ولكن هذه كره القدم يعني اكيد انه يصير سوء تركيز ولا يصير شيء ولا تصير امور وهذه كرة القدم يعني هذا الشيء اللي صار يعني في المباراة يعني ممكن مو بخطأ يعني من حسن ممكن من جميع. وزي ما تفضل بحسن في كلمة يمكن أنا سمعت اللي هي يعني مو من مباراة استراليا من قبل المباريات اللي قبل يعني مباراة عمان لكن كانت في أرضنا في مباريات فقدنا يعني فرطنا فيها يعني لو نرجع لورا يعني قبل هذه المباراة. لكن أقول هارد لك للجميع وان شاء الله باذن الله نتحسن الظروف ان شاء الله في الايام القادمه ان شاء الله. شكرا لك. يعطيك العافيه كابتن وليد عبد الله رحب فيك. الوصول للنقطه 53 حتى نتجاوز هذه المباراه في دوري زين كابتن. زي ما قلت لك الوقت يقولون عشان كذا خلينا نختصر. بين الشوطين ايش قال برودوم كابتن؟ ايش قال اللاعبين برودوم حتى عدتوا المباراه؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. تشوف يمكن الشوط الاول الكل يعرف انه يمكن القطاع هذا اللي كان فتره المنتخب هي اللي اثر على نادي الشباب. كابتن بردوم يعني يمكن تكلم معنا بين الشوطين نحاول ان نمشي الكوره اكثر يعني يمكن تحس ان الشوط الاول يعني ما ظهرنا المستوى المشرف لنادي الشباب يمكن بعد المباريات اللي من زمان يعني ما لعبنا مع فرق توقف اللي ذا لكن الحمد لله قدرنا نرجع المباراه قدرنا ننافس. واضح انه في تحدي خاص اليوم بينك وبين كابتن عبد العزيز السعران، تحدي جدي ام انه العلاقه اللي كانت بينكم؟ لا بالعكس والله تحدي جدي وهو اصلا من قبل المباراه يعني يقول لي راح اجيب فيك جول. الحمد لله ان الله توفق اليوم ما جاب في جول يعني لو جاب في جول وش سكت اليوم لكن حتقابله. اي والله الحمد لله. لكن الحمد لله اقول عبد العزيز واخويا اللعيبه حق النصر هارد لك معوضين خير وان شاء الله في الجاي نكون احسن ان شاء الله. شكرا كابتن. شكرا لك اخوي عبد الرحمن. شكرا لك كابتن.